اليوم جبت لكم وصفة فخمة بمكونات بسيطة متوفرة، مذاقها في القمة وأحسن حاجة لا صعيبة لا معقدة، الكل تقدروا تنجحوا فيها من أول مرة. تبعوني نعطيكم الوصفة. أول حاجة راح نهزو 125 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة، نحطوا فيها بيضة كاملة، بياض مع الصفار، نضيفوا عليها ملعقة كبيرة سكر ناعم، إذا ما عندكمش حطوا سكر عادي. نزيدوا عليها وملعقتين كبيرتين من النشا، ملعقة كبيرة من الفانيلا. إذا كنتوا أول مرة تشوفوا القناة مرحبا بكم، ديروا أبوني وتمتعوا بالوصفات. نرجعوا لوصفتنا، نحطوا القليل من الخميرات الكيميائية، وأكيد ما ننساوش الرشة تاع الملح، مهمة جدا رشة تاع الملح هنا. وأكيد راح نكملوا بلا فارين هكا باش نلموا العجينة تاعنا. راح نحطوا 5 ملاعق ونشوفوا. هنا في السنيوة تاعنا ساعات تجيكم 5 ساعات 6 حتى 7 ملاعق كبار تاع الفارينة، ونحاولوا ندخلوا كلش في بعضاه بهذه الطريقة. تبوا ديروها بيديكم، اخدموا بيديكم، فقط لازم تكونوا متأكدين أنها جميع المكونات مع بعضهم الكل داخلوا مع بعضهم هكا. حتى نتحصلوا على عجينة ماهيش طرية وماهيش يابسة. شوفوا مليحة برك. هنا راح نجيبوا ورق الطهي، نحطوا العجينة تاعنا بين زوز وراقي بهذه الطريقة. رشوا رشة خفيفة فقط تاع الفارينة، نعقبوا عليها الحلال، نجيبوا صينية الفرن نحطوا فيها هذيك العجينة، نخدموها مليح ونثقبوها بفرشيطة بهذه الطريقة، نحطوها في الفرن. طيب بالنسبة للكريمة سهلة وبنينة. أول حاجة راح نحطوا بيضة كاملة، راح نحطوا ملعقة كبيرة تاع النشا ومعاها 2 ملاعق كبار سكر. اللي تحب تنقص السكر هنا تنقص، بس هذا القوام تاعها يجي هايل والبنة تاعها كيف كيف. نحركوهم مليح ندخلوهم مع بعضهم، عفوا، ونزيدوا لهم كوب تاع حليب نقصوا منه غير شوية المرة الأولى هك. هذه طريقة تخلي النشاء هذاك ما يديرش كويرات صغار، والبيض هذا كيف كيف. هنا تقدروا تتحكموا بلا فويت تضربوها مليح وتتحكموا فيها مليح، خير ملي كي تحطوها مع بعضها كاملة في الكاسرول الكبيرة راح تغلبكم. وبعد ما نتأكدوا أنها حلينا كل المكونات مليح نحطوها على جنب، نروحوا نحطوا القدر تاعنا فوق النار،
نكملو نصبو هداك الكاس كامل تاع الحليب، كاس كبير بيان سور، ونحطو هاديك الخليط هداكا نحطوه كامل. ومن بعد نحطوها في إناء خلاف، نفرغوها بهذا الشكل. نغطيوها بكيس بلاستيكي ولا بابي فيلم ولا كيما تحبوا نتم. ونقوموا بلصق هذاك الكيس بلاستيكي هذاك لازم يقيس السطح اللي من فوق تاع الكريمه، هيك باش من بعد ما يديرش طبقه من فوق تجي تكور. هنا العجينه جاتنا تهبل ما شاء الله، مقرمشه تهبل هشه ومقرمشه. شوفوا الكريمه بعد ما بردت نحركوها معانا مليح. حتى تولي رطبه خلاص ليس. هنا في الاخير خلاص تحبوا ديروا لها شويه تاع زبده، ملعقه صغيره تاع الزبده وشويه تاع لافاني كي تكون في القدر قبل ما تخرجوها تبرد، راح تعطيكم تاني هذاك الطعم هذاك الرطب كما نقولوا. ما شاء الله. كنوزعوها على هذيك لاباط اللي درناها كامله بهذه الطريقه، ونزينوا بالفراز. اذا كانت الفراوله تاعكم هنا مش حلوه ديروا لها شويه سكر قبل ما تزينوا بها. نحطوا لها شويه تاع العسل من الفوق، صدقوني هذه اللمسه تاع العسل تزيدها بنه اكتر واكتر. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم وتجربوها. شهية طيبة للجميع.